بصوا الجونين دول كده. يرسل الكرة وحاول تصل الكرة بيعدي يا رب او انت دلوقتي شفت الجونين دول اكيد قلبك حن كده لجون اجويرو اكتر بكتير من بتاع جوندوجان، وده لسبب مهم جدا ان انت ربطت الجون بتاع اجويرو بالفتره دي من حياتك كانت عامله ازاي. انما انت اول ما شفت فيديو جوندوجان انت قلت تمام يعني سيناريو كروي جميل، وزعلت لو انت بتشجع ليفربول وفرحت لو انت بتشجع السيتي، بس مستحيل يكون شعور الابتسامه الخفيفه ده كده جالك هنا. وبرضه لو وريتك فيديو لنيمار مثلا هو بيعمل ريمبو فليك، ووريتك فينيسيوس هو بيعمل نفس المهاره، سواء بقى انت مدريدي او برشلوني اكيد قلبك يحب يشوف نيمار اكتر. بس بقى لو جبت طفل عنده 6 أو 7 سنين هو هيبقى متيم بلامين او مبابي اكتر بكتير من رونالدو وميسي، وده يفتح باب لسؤال مهم جدا. هل الكرة زمان كانت أحلى وأمتع من دلوقتي ولا مجرد إحساس بالنوستالجيا؟ ايوه زي ما انت سمعت بالظبط وزي ما قريت في العنوان، انا مش لوحدي النهارده، انا معايا جلاد الكره المحليه شرنوبي برو، هنفضل ناخدك ونرجعك بين عالمين، فاربط الحزام واستعد للرحله دي. وأنا جيت أجاوب على السؤال ده لقيت إن القصة مش مجرد إحساس بالنوستالجيا، لكن تقدر تقول إن الكرة زمان كانت أبسط وأسهل من دلوقتي. كل لاعب ليه مساحة كبيرة من الإبداع أنت مش متوقعها، ومن هنا أنت بتبدأ تتعلق باللاعب اللي بيقدر يخرج عن المألوف، مش مجرد روبوت بينفذ كل تعليمات المدرب بالحرف. 90% مننا كنا بنتفرج على الماتش عشان احنا عاوزين نكتشف ايه اللي بيحصل ده. اول مرحله انت بتطبق الكلام ده في الشارع، بتلعب وانت السيناريو اللي في دماغك ان انت جنب اللعيبه دي، مش كمان نص ساعه اهلك اصلا هينادوك عشان تاكل. بعدين بقى تبقى متيم بفكره ان انت اكيد في يوم هتبقى مكان اللاعب ده، ومن سابع المستحيلات تضيع الكره السهله اللي هو لسه مضيعها دي. وطبعا جوه دماغك انت متاكد ان انت اللي هتوصل مصر كاس العالم. ما تزعلش نفسك، انا هدخل ماسك كاس العالم تاني. وانت قاعد كده في الشتاء وبتغطي وبتتفرج على تشامبيونز ليج على ART، بتكتشف لاعب عمال يرقص في ده يجيب جون حلو وخلاص كده انت شايف نفسك فيه، وتبتدي وانت ماشي في الشارع كده تاخد ثقه في نفسك لان خلاص انت جوه دماغك انت اللاعب ده، وبتحاول تقلده في كل حاجه بقى. يعني تزعل لو فرقته خسرت اللي انت اكيد هتشجعها عشانه، وتفرح قوي لما هو يجيب جون كانك انت اللي جبته مش هو. اهو ده بالظبط اللي بيجي في دماغك وانت قاعد على القهوه ومستني الشوط الاول يخلص عشان انت عندك شغل ولازم تتحرك. وحتى لو انت مفضي نفسك في الساعتين دول فانت اكيد عينك مع الماتش وتركيزك رايح في كذا حته. فاول ما ده يحصل هتفتكر الصوره وانت صغير اللي احنا لسه قايلينها، وتقول هي ازاي الكوره بقت وحشه كده. بس انت لو فكرت هتلاقي ان مش الكوره اللي بقت وحشه، اول حاجه انت اللي اتغيرت، ما بقتش الشخص اللي كل حياته بتتمحور حوالين الكوره، بقى في مسؤوليات، ما بقاش عندك احساس ان انت اللي هتوصل مصر كاس العالم، بقيت تتفرج عليها عشان دي الحاجه اللي انت حبيتها من وانت صغير، واكتر حاجه بتعملها دلوقتي عشان تفصل بيها الحروب اللي في دماغك. وتاني حاجه هي نفسيه بحته، انت دماغك مصوره لك ان دايما زمان كان احلى بغض النظر اصلا عن ايه اللي كان بيحصل فيه. يعني زي ما قلنا في اول الفيديو مثال اجويرو جوندوجان، وان انت لو حياتك زمان كانت احلى وبنسبه كبيره دي حقيقه، انت من نفسك كده هتربط الموضوع ده بالكوره، اللي هو انا حياتي كانت احلى فاكيد الكوره يعني كانت احلى. زمان الكرة ما كانتش مشروع، ما كانتش صفقة، ما كانتش أرقام بتتراجع في آخر السنة، كانت إحساس قبل أي حاجة تاني. اللاعب زمان كان لو سابنا دي كان بيشاف خاين لو راح النادي المنافس. كلنا شفنا فيجو واللي حصل معاه من جماهير برشلونة لما انتقل لريال مدريد المنافس الأبدي ليهم. انتقال كان ممكن ينهي حياته لأن الكرة وقتها كانت انتماء قبل أي حاجة. التيشيرت معناه الشعار، كان وعد للجماهير اللي ممكن يخلوك ملك لمدينة كاملة زي توتي ووفاء الروما، أو إن قصتك تبقى مخلدة في ذاكرة شعب كامل لدرجة يخلوك رمز للمكان ده زي مارادونا ومجده مع نابولي. ولو هنتكلم بقى عن علاقة اللاعب نفسه بالجمهور، فسواء اتفقت او اختلفت فعلاقة اللاعب بالجمهور كده كان فيها حب وتعلق حقيقي. اللاعب كان جزء من القصة مش بند في عقد. زمان اللاعب كان بيلعب كرة وبس، ما كانش براند، ما كانش عنده تيم ماركتينج، ما كانش بيفكر صورته هتطلع ازاي بعد كل ماتش. كان ممكن يغلط، يشتم، يتهور، بس كان حقيقي. دلوقتي اللاعب بقى مشروع متكامل، صورة، اعلانات، رعاة، العقود اتغيرت مش بس في الفلوس، في التفاصيل الصغيرة اللي خطفت روح اللعبة دي. بقى في بنود بتقول امتى يتكلم، امتى ينزل بوست، امتى يضحك، وامتى يعتذر. الاعلانات دخلت الملعب مش كضيف، كصاحب مكان، والصورة بقت اهم من الاداء في الملعب اصلا. حتى الفرحة بقت محسوبة طول ما الكاميرا في وشه. بس خد بالك مش معنى كده ان الكورة دلوقتي وحشة ولا ان الاحتراف غلط، بس الحقيقة ان في حاجة اتحطت مكان حاجة. يعني الشغف اتحط مكانه نظام، والجنون اتحط مكانه حسابات، واللعب للمتعة اتحول للعب عشان اللاعب يسوق لنفسه. اكيد الكلام ده ما بينطبقش على الكل، بس احنا بنقول في الاغلب. يعني زمان كنت تحس ان اللاعب ممكن يموت في الملعب عشان الفريق، دلوقتي تحس انه بيلعب عشان الخطوه اللي بعدها. والاتنين مفهومين على فكره، بس مش الاتنين بيدوك نفس الاحساس. يمكن عشان كده وانت بتتفرج دلوقتي حاسس ان في مسافه بينك وبين اللعيبه، مش لان اللعيبه اقل ولا لان الماتشات اضعف، لانك بقيت تحس ان الكوره بقت عامله زي WWE، كل حاجه مرسومه، واي حاجه بره 90 دقيقه بقى في حد في الخلفيه بيحركها. Good ball for Roberto Carlos. Hooked into the penalty area towards Zidane. Played through for Robben. This is the chance. Arjen Robben is in. Throughout this tournament, he's missed it. شهاب ادي واحده يا شهاب، واحده يا شهاب، يا ولد يا ولد، شهاب دور الملعب،
ومعلش هسألك سؤال، هو فعلا البطولات دي كانت أسطورية ولا احنا اللي بقينا محتاجين نصدق انها كانت كده؟ لو انت فاكر زمان واحنا بنتفرج على بطوله زي كاس العالم 2010 ما كناش بنقول انها اعظم نسخه في التاريخ، بالعكس اصلا ده ناس كتير وقتها اشتكت من قله الاجوان، من صوت الفوفوزيلا والملاعب والاجواء الافريقيه، وكمان الكره اللي اتلعب بيها البطوله اللي كانت كابوس للكل سواء حراس او مهاجمين. وطبعا صدرنا ولع من بوستات التوقف الدولي اللي هي بتتكلم على قصه فورلان والكره دي، وبننسى الملل اللي كان موجود اصلا في ماتشات كتير. بس دلوقتي الناس كلها بتتكلم عنها كبطوله من اعظم البطولات في تاريخ كاس العالم. وعلى فكره انت لو بصيت مش هتقول انها وحشه، لان فعلا هي فيها اكتر من لحظه ايقونيه، بس في المجمل واخده هايب كبير جدا. وعندك مثلا بطوله زي دوري الابطال 2003، الناس اللي ما اتفرجتش عليها بتبص لها بصه عظيمه جدا، لانك فعلا اول ما تبص على التشكيلات بتاعه البطوله دي هتلاقي عندك ميلان، مالديني، نيستا، ديدا، انزاجي، وفي اليوفي عندك بوفون، ديل بييرو، تريزيجيه. مدريد بقى الجلاكتيكوس، زيدان وفيجو والظاهره. انت دلوقتي لما سمعت الاسامي دي اكيد تقول عليها هجاص، عشان لما اقول لك ان البطوله دي كانت ممله ونقدر نقول انها كانت بطوله عاديه مش هتاثر فيك قوي يعني. فهنا بقى العقل البشري بيعمل ايه؟ العقل مش كاميرا، العقل مونتير، بيشيل الوحش على جنب وبيحتفظ باللحظه اللي خلتك تصرخ. هو بيشيل الباتشات الممله خالص ويثبت في دماغك جون زي جون زين الدين زيدان في نهائي تشامبيونز 2002. بيمسح ايامك الصعبه وبيفكرك انك كنت بتتفرج وانت قاعد جنب ابوك او مع اصحابك في القهوه، فانت مش بتفتقد البطوله، انت بتفتقد نسختك انت وقتها. اي بطوله بيعدي عليها 10 15 سنه بتخرج من تقييم العقل وبتدخل متحف المشاعر. في الاغلب ما بقيناش نفتكر جدول المجموعه ولا الاداء التكتيكي ولا مين كان بيشتكي من التحكيم، بنفتكر بس اللقطه، الجون، الاحتفال والاحساس. ده اللي بيخلي حتى بطولات زي يورو 2004 اللي كانت صدمه وقتها تبقى دلوقتي قصه معلقه في ذاكرتك وبتحب تسمعها، عن منتخب اتحدى كل حاجه حرفيا. في علم النفس في حاجه اسمها روز تنتد ميموري، يعني الذاكره الورديه. احنا بنلون الماضي عشان الحاضر بقى تقيل، عشان المسؤوليات زادت، عشان الشغف بقى مربوط بوقت فاضي اصلا مش موجود. باين عليك الحزن يا كابتن في هذا اللقاء. انا باين عليا حزن من زمان بس عادي. فبنرجع نقول ايام زمان كانت احلى، مش عشان الكوره كانت اعظم، لكن عشان احنا كنا اخف. والسوشيال ميديا طبعا اكيد ليها دور، انك كل يوم هتلاقي فيديو بجوده نظيفه جدا محطوط عليه اغنيه لعبد الحليم او فيروز وبتعيد تقديم الماضي في صوره انقى من حياته. لقطه واحده من ماتش قديم ممكن تشيل من دماغك 90 دقيقه ملل كانت حواليها. الخلاصه يعني البطوله ما كانتش اسطوريه وقتها، احنا اللي بقينا محتاجين نحس انها كانت كده، عشان لو اعترفنا انها كانت عاديه يبقى احساسنا نفسه كان عادي، واحنا مش عايزين نصدق ده. احنا مش بنفتقد الكوره، احنا بنفتقد احساسنا واحنا بنتفرج عليها لاول مره. اكيد طبعا، وده اللي لخصته جمله قالها الملك الهولندي يوهان كرويف، ان كره القدم بسيطه جدا لكن اصعب شيء على الاطلاق هو ان تلعب ببساطه. يعني الراجل بيقول لك الحكايه مش عايزه فرهده، صعوبتها في سهولتها. زي ما اتكلمنا احنا ليه مجدين كره زمان، خلينا برضو دلوقتي ننصفها ونقول اننا ليه مجدينها اصلا. خلينا نبدا من حقيقه بسيطه بس ما حدش بيحب يقولها، عدد الماتشات زاد بس المتعه ما زادتش. زمان الفريق كان بيلعب عدد محدود من الماتشات في السنه، الدوري، بطوله او اتنين، وممكن قاريه لو فريق كبير. كان في مساحه تشتاق، كان في وقت تهضم، كان في فاصل يخلي الماتش اللي بعده ليه قيمه. دلوقتي الفريق بيلعب طول السنه، مفيش راحه ولا في فراغ ولا حتى في فرصه ان الكره توحشك شويه. افريج الماتشات لكل فريق زاد بشكل مرعب. اللعيبه بتخلص موسم وتدخل على بري سيزون كانه موسم تاني متغلف باسم جديد، والبري سيزون نفسه ما بقاش اعداد، بقى منتج، بطولات، جولات عالميه، ملاعب مليانه وتذاكر بتتباع كانك في نهائي. هي الكره ما فقدتش رونقها بس بطلت تبقى حدث كده، والتخمه الحقيقيه مش بس في عدد الماتشات، في عدد البطولات. بطولات بتتخلق عشان تملى الرزنامه مش عشان تضيف معنى اصلا. بص على كاس العالم للانديه بنظامه الجديد، بطوله اتوسعت، عدد فرق اكتر، ماتشات اكتر، وقت اطول. فكرتهم ان العالمي يبقى عالمي اكتر. النتيجه بقى بطوله اصلا لسه ما عندهاش هيبه وبقت موجوده في وقت اللي المفروض الكره توحشنا فيه. وحتى البطوله اللي كانت مقدسه كاس العالم اتوسعت، فرق اكتر، ماتشات اكتر، وايام اطول، مش لان اللعبه محتاجه لكن لان السوق محتاج. وده ياكد ان الكوره بقت بيزنس. طب والتشامبيونز ليج نظام جديد، ماتشات اكتر، مجموعات ملغيه، وقت اطول. الفكره دايما واحده، خلي الكوره شغاله على طول. وده على فكره بيعجب ناس كتير. ماتشات كبيره بتتكرر وكمان بقت عاديه. في ماتشات كانت بتتكتب في التاريخ بقت تتلعب كأن فريقين من نص الجدول هما اللي بيلعبوها. طب والكلاسيكو بعد ما كان ماتشين في الموسم يخليك تستنى الماتش قبله باسبوع، بقت بتشوفه تقريبا 4 مرات في السنه، وكمان ممكن 5 لو لعبوا في البري سيزون. فبقت تحس انه ماتش عادي نسبيا. وبرضه بصراحه مش عاوزين ننسى ازاي رونالدو وميسي طبعا عاملين فرق رهيب. فكلاسيكو بقى نهائي، كلهم بقوا نسخ متكرره من نفس الاحساس بس بنكهه اضعف. اللي الناس دي محتاجه تفهمه ان الكتير هنا ما عملش وفره، عمل مواسم متلاحمه. بقى موسم 22 زي 23 زي 24، ما بقاش في فرصه للمشاهد انه يخلق نوستالجيا كده بسبب انه بقى ناسي اصلا الماتش ده كان موسم ايه. وغير كده عمل استهلاك، اللعيبه تعبت، الجمهور تشبع، واللحظه فقدت وزنها. الكوره محتاجه ندره عشان تبقى غاليه، محتاجه انتظار عشان الفرح يبقى حقيقي. لكن لما كل يوم يبقى في ماتش وكل موسم فيه بطوله جديده وكل بطوله في نسخه موسعه، اللي بيحصل ان طول ما انت عارف ان الماتش اللي عدى ده هيتكرر تاني، لهفه على الكوره عموما هتقل
تقل. ده اللي خلى مدربين ولاعيبه كتيره ينتقدوه ويشتكوا منه، ورابطه المحترفين فيف برو حذرت من كثره الماتشات اللي بدا مؤخرا اللعيبه يلعبوها في الموسم الواحد، وانه بيزود معدل اصاباتهم وشعورهم بالاجهاد، وان ده بيقلل عمر اللاعب في الملاعب، وده حوله لمجرد موظف مستني يخلص الماتشات والبطولات اللي مشارك فيها عشان يقدر يخلص اللي وراه وياخد اجازته وراحته السلبيه. لكن مش معنى ان انتوا عايزين فلوس وحولتوا الموضوع كله لبزنس انكم تبوظوا لنا اللعبه ومتعتها وتحولوا اللعيبه لمجرد سلعه بتستخدموها من غير اي انسانيه ولا احترام لعقولنا. احنا جيل مرحله انتقاليه، يعني لا احنا بتوع زمان قوي ولا احنا بتوع دلوقتي. احنا الجيل اللي كبر على اساطير وبيودعهم واحد واحد. حضرنا بدايه واحد زي ميسي وهو في كل ماتش بيبهرنا اكتر من اللي قبله، وكريستيانو طبعا وهو بيقفل اللعبه في 2008، وشفنا الام اس ان والبي بي سي وهي بتتكون، نيمار، سواريز، بيل، بنزيما، لعيبه كلهم صنعوا طفولتنا. الجيل ده كان بتاعنا، كبرنا واحنا بنتشكل معاهم. دلوقتي بيشطبوا، واحد اعتزل ومنهم راحوا دوري بعيد، وواحد مستني اللحظه الاخيره، واحنا واقفين بنتفرج على نهايه عصرنا. طب احنا ليه مش قادرين نتعلق بالجيل الجديد اصلا؟ ببساطه عشان احنا مش 8 سنين. العيل الصغير دلوقتي لما يشوف لامين يامال هيكبر وهو شايفه بطل، لما يشوف كيليان امبابي هيبقى ذكرياته حواليه، لكن احنا عندنا مقارنه جاهزه في دماغنا. احنا بنقيس اي موهبه جديده على صوره محفوره جوانا من 15 سنه، فاللاعب الجديد مهما كان جامد مش هياخد نفس المساحه، مش عشان هو اقل، لكن عشان احنا اللي عايزين نعيش نفس اللحظات تاني. بس هل فعلا مفيش نجوم؟ لا، في نجوم، بس الهبه اتكسرت. زمان كنت تشوف جاتوزو في الملعب تبقى حاسس ان في وحش، تشوف ابراهيموفيتش واقف كده تحس ان الراجل ده مش بني ادم عادي. طب ليه بقى؟ علشان النسخه الوحيده اللي كنت تعرفها عنهم هي نسخه الملعب، غضب، التزام، صوره واحده متعلقه في دماغك. اخر لقطه ليهم بعد الخساره وشهم متضايق، تيشيرت مشدود، الصوره دي كانت بتثبت في دماغك. دلوقتي احنا شايفين كل حاجه. دلوقتي اللاعب يخسر ماتش وبعدها بساعتين ينزل ستوري بيهزر. دلوقتي نشوفه بيرقص، نشوفه في اعلان، نشوفه في خروجه، نشوفه في تفاصيل حياته كلها. السوشيال ميديا خلت اللاعب انسان عادي قدامنا، واحنا مش متعودين نشوف الاسطوره وهو بيهزر. ممكن تحب ليفاندوسكي في الملعب، بس لما تشوفه بيرقص بعد خساره تحس ان الصوره القديمه بتتهز. اكيد هتستمتع بموهبه يامال، بس لما تشوف تصرفات طفوليه الهبه تقل، مش عشان هم غلط، لكن عشان احنا كنا متعودين على الغموض. زمان اللاعب كان كاركتر، كان في مسافه بينك وبينه، المسافه دي بتخلق رهبه. كنت تعرف اللاعب من ادائه، من شخصيته في الملعب، من تصريحين في السنه، مش من 40 ستوري في اليوم. الغموض كان جزء من الاسطوره. دلوقتي مفيش غموض، في لايف لكل حاجه. يمكن النجوم لسه موجودين، بس احنا اللي فقدنا القدره اننا نؤمن بيهم بنفس الطريقه، عشان احنا مش في بدايه الحكايه، احنا في نصها. احنا جيش في القمه، فصعب جدا ننبهر بسهوله. احنا بنودع عصر ومش قادرين نبدا حب جديد، وده اسمه لا انتماء. مش عشان مفيش حد يستاهل، لكن عشان القلب لسه متعلق باللي فات. يمكن برضو مش المشكله في ان النجوم اختفوا، يمكن المشكله اننا كبرنا والرهبه بتحب العيون اللي لسه بتندهش لاول مره. بعد ما اتكلمنا في اكتر من نقطه عن النوستالجيا عموما، خليني اقول لك حاجه جدليه. الفار خلى الكره اعدل، بس يمكن قلل متعتها. زمان الجون كان لحظه انفجار، الكره تدخل ترفع ايدك، تصرخ، تجري، تحضن اللي جنبك. دلوقتي الكره تدخل تبص للحكم، تبص للشاشه، تفضل قلقان الجون ممكن يتلغي في اي وقت. اللحظه اتقطعت، حتى لو الجون اتحسب الفرحه بقت مؤجله. والمتعه في الكوره عمرها ما كانت في القرار، كانت في اللحظه. الفكره بدات تتجرب بشكل رسمي بعد 2016 واتطبقت في بطولات كبيره زي كاس العالم 2018. وقتها الناس قالت اخيرا العداله، بس ما حدش سال هو العداله تستاهل نخسر احساس؟ الكوره لعبه فضوليه غير متوقعه، وده اللي بيضيف لها متعه. لعبه فيها خطا بشري، فيها جدل بيعيش سنين، ممكن هدف واحد بس مشكوك فيه يعيشك في نقاش لمده 20 سنه، لكن دلوقتي بيتحسم في لقطه مجمده وخط مرسوم بالملي. ممتع لكن مش دايما. كمان الحكام فقدوا الشخصيه. فاكر زمان الحكم برضه كان كاركتر، حكم زي كولينا كان ليه حضور، نظره، كاريزما، كان بياخد القرار ويشيله هو لوحده. دلوقتي الحكم حاسس ان في لجنه وراه، ما بقاش يصفر، مستني السماعه اللي في ودنه، اوضه الفار بتستناه، لو غلط يرجعوه. فقد عنصر الجرأه، بقى القرار جماعي والكاريزما اختفت. زمان كل الناس كانت بتشوف لاعب يعمل لقطه وتقول ايه الجمال ده. دلوقتي اول سؤال الاكس جي كام، البروجريسيف باسز كام. بقينا بنشوف الكوره بارقام. يا عم عارفين الاحصائيات مهمه، بس قتلت نعيم الجهل. زمان كنت تحب لاعب عشان احساسه، دلوقتي تحبه عشان ارقامه. المتعه ذات نفسها بقت تحليل، والانبهار بقى تقرير. ايوه الكوره دلوقتي اسرع، اقوى بدنيا، تكتيك اعلى، ضغط مجنون. بس في سؤال بسيط، فين اللقطه اللي تخليك تقوم من مكانك؟ زمان كان في لاعب في كل ماتش تقريبا يطلع لك بحاجه غير متوقعه. واحد زي رونالدينيو كان ممكن يعمل حركه تخليك تتكلم عنها سنين، وده بيحصل لحد دلوقتي. واحد زي زيدان، باجي، وكل الاجيال دي عموما يحسسوك ان الملعب مسرح. دلوقتي المنظومه اهم من الفرد، السرعه اهم من اللمسه، والضغط اهم من الخيال. المساحه اقل، الوقت اقل، فاللعب الكرييتيف بقى نادر. اكيد مش عشان المواهب اختفت، لكن عشان اللعبه نفسها بقت تقفل عليهم. كل حاجه محسوبه، كل حركه متوقعه، كل مساحه متقفله. الجمال بقى استثناء مش قاعده. الحقيقه اللي لازم تقولها ان التكتيك خلاها معقده اكتر، بس يمكن خلتها اقل كرياتيفيتي، مش عشان الكره باظت، لكن عشان اللعبه كبرت واحنا كبرنا معاها. بصوا في الاخر في سؤال بسيط، بس اجابته مش بسيطه الصراحه. هو احنا بنحب الكوره زمان اكتر من دلوقتي، ولا بنحب نفسنا واحنا صغيرين؟ بنحب ال90 دقيقه، ولا بنحب الاحساس اللي كان جوانا واحنا مستنيين الماتش من بدري
ومن غير ضغط، من غير مسؤوليه، من غير ما تسيب الماتش في نصه عشان عندك شغل، من غير ما تعرف ان في حاجات كتير لسه هتتسحب مننا. يمكن الكوره ما اتغيرتش قوي، يمكن اللي اتغير هو احنا، يمكن المشكله مش في الملعب ولا في اللعيبه ولا في البطولات اللي بقت اكتر من اللازم، يمكن المشكله اننا بقينا بنتفرج بعين شخص كبر مش بعين طفل كان شايف نفسه في كل لاعب وبيجري معاهم وهو قاعد مكانه. وفي الاخر لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتتابعني انا ومحمد على الانستجرام، وسلام.